فاضل ساعات على ماتش مصر ونيوزيلندا، ففكرت كده اطلع اتكلم معاكم واقول لكم انا نفسي اشوف ايه في تشكيل منتخب مصر قدام منتخب نيوزيلندا، وهقول لكم ليه وبالاسباب. الحقيقه ان طريقه ال4-4-1-1 اللي لعب بيها منتخب مصر قدام بلجيكا كانت جيده جدا، وبالتالي احنا هنبني التشكيله على نفس الطريقه. حراسه المرمى طبعا مصطفى شوبير، من اليمين للشمال خط الدفاع ما فيهوش تغيير، محمد هاني، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي وفتوح. نص الملعب مهند ومروان، على الشمال امام عاشور، وهنا اول تغيير على اليمين هيثم حسن. ليه هيثم حسن؟ لان هيثم حسن هيديك حلول هجوميه وحلول في الواحد على واحد اكتر بكتير من زيكو، بالاضافه ان ده ماتش المفروض ان انت يبقى ليك فيه شكل هجومي اكتر ومعاك الاستحواذ بشكل اكبر، وبالتالي محتاج لعيب يعمل لك الفرق بشكل واضح في الثلث الاخير. بالاضافه برضو ان انت لو احتجت ترجع تدافع، هيثم حسن عنده القدره الدفاعيه. هيثم حسن بيلعب في اويدو، فريق نزل درجه تانية من الدوري الاسباني، وكان الموسم كله الفريق كله بيلعب تحت الكره اصلا، وكان هو اللي بيقدر ياخد الكره ويطلع بيها للثلث الاخير. وفي نقطه كمان، ان زيكو لعب ماتش البرازيل ولعب ماتش بلجيكا، الراجل برضو بدنيا يعني برضو بيلعب في الدوري المصري، الجاهزيه البدنيه ممكن ما تبقاش افضل حاجه، بينما هيثم حسن اخد دقايق اقل قدام البرازيل وما خدش وقت اصلا قدام بلجيكا، فاعتقد ان هو هيبقى فت وهيقدر يجري اكتر، لان نيوزيلندا منتخب بدني وقوي جدا. طبعا خط الهجوم صلاح بيلعب تحت المهاجم نفس الادوار اللي عملها قدام بلجيكا، ولو حسام حسن فعلا غير صلاح علشان يحافظ عليه وعلشان يفضل يديله نفس الشكل والاداء، فمرحبا بالتغييره دي في اي وقت وفي اي مكان. واخيرا خط الهجوم، بصراحه انا ترددت كتير قبل اطلع حتى ما اتكلم معاكم في الموضوع ده، بس انا شايف ان حمزه عبد الكريم هو الانسب لقياده خط هجوم المنتخب قدام نيوزيلندا. هيديك تفوق في الكور العاليه، لان الكور العاليه مرموش ملوش فيها، بينما حمزه عبد الكريم بيقدر يلتحم، وخصوصا مع دفاع نيوزيلندا اللي هيبقى قوي بدنيا، لعيبه اطوال واجسام. مرموش هيبقى الكور العاليه بالنسبه له كلها يعني هباء منثورا، مجهود بيروح على الفاضي. تاني حاجه، حمزه اعتقد لما ياخد الثقه ويبتدي اساسي هنشوف منه لعب جماعي اكتر من مرموش مع الفريق، وكمان حمزه كمهاجم كلاسيكي مش هتلاقيه بينزل كتير لقلب الملعب، وبالتالي دايما هيديك عمق هجومي وتقدر تستغله في الكرات العرضيه اللي هي من نقط ضعف دفاع منتخب نيوزيلندا. يا رب النصر لمصر. ما تنساش تقول لي رايك في التشكيله، وعايز اعرف كمان لو انت ليك راي مختلف او تشكيله تانية احب اسمعها منك.